أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. في درس النهاردة هقدم لكم درس عن فعل مهم جدا في اللغة الألمانية، وهو الفعل ماخن وأهم مشتقاته. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد منه. يلا بينا نبدأ. machen machen بمعنى يفعل أو يعمل أو يقوم بعمل. تعالوا نشوف مثال. Ich mache die Hausaufgabe. Ich mache die Hausaufgabe. أقوم بعمل الواجب المنزلي. عندي كمان mitmachen. mitmachen بمعنى يفعل معه أو يشارك أو ينضم. تعالوا نشوف مثال. Ich mache bei deinem Projekt mit. Ich mache bei deinem Projekt mit. سأفعل المشروع معك أو سأشارك في مشروعك. في عندي كمان weitermachen. weitermachen بمعنى أكمل عمله. macht die Hausaufgaben weiter. macht die Hausaufgaben weiter. هو أكمل واجباته المدرسية. وعندي كمان abmachen. abmachen بتيجي بمعنى يتفق، ومثال عليها wir haben uns abgemacht. wir haben uns abgemacht. نحن اتفقنا. وعكسها ausmachen. ausmachen بمعنى يغلق أو يطفئ. تعالوا نشوف مثال. mach den Fernseher aus. mach den Fernseher aus. اطفئ التلفاز. ومن ضمن مشتقات الفيرب machen anmachen. anmachen بمعنى يفتح أو يشعل، ودي بتيجي مع الأشياء الإلكترونية أو الأشياء الكهربائية زي النور أو التلفزيون وهكذا. تعالوا نشوف مثال. mach das Licht an. mach das Licht an. اشعل النور. وعندي كمان vermachen. vermachen بمعنى وهب أو تخلى. تعالوا نشوف مثال. mein Opa hat mir sein Haus vermacht. mein Opa hat mir sein Haus vermacht. وهبني جدي منزله. في عندي كمان vormachen. vormachen بمعنى يريك شيء. ich werde dir vormachen, wie die Arbeit geht. ich werde dir vormachen,
wie die Arbeit geht. سأريك كيف يتم العمل. عندي كمان aufmachen. aufmachen بمعنى يفتح، ودي بتيجي مع الأشياء اللي بتتحرك زي الباب، الشباك، العلبة، وهكذا. عندي مثال: Mein Bruder macht die Tür auf. Mein Bruder macht die Tür auf. أخي يفتح الباب. festmachen. festmachen بمعنى يثبت. Ich möchte den Kalender an der Wand festmachen. Ich möchte den Kalender an der Wand festmachen. أريد تثبيت التقويم على الحائط. عكسها zumachen. zumachen بمعنى يغلق. Sie macht das Fenster zu. Sie macht das Fenster zu. هي تغلق النافذة. يبقى أنا هنا عندي anmachen ausmachen بمعنى يفتح وعكسها يغلق، ودي بتيجي مع الأشياء الإلكترونية أو الكهربائية. وعندي كمان aufmachen وعكسها zumachen بتيجي مع الأشياء اللي بتتحرك. بتيجي مع الأشياء اللي بتتحرك زي الباب والشباك وهكذا، أشياء ليست إلكترونية. في عندي كمان nachmachen. nachmachen بمعنى يقلد. Hannah macht die Lehrerin nach. Hannah macht die Lehrerin nach. تقلد هنا معلمتها. وبكده يكون الدرس انتهى، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.